بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا في كل مكان يا عاملين؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا رب، إن شاء الله تكونوا طيبين ومرتاحين البال، اللهم ديمها علينا وعليكم يا رب. ازيكم في فيديو جديد على قناة بنات الصعيد للطيور الداجنة. ده حبايبنا البح أو البط وذكر البح. احنا زي ما اتكلمنا وقلنا هنوريكم فيديو إن شاء الله عن ازاي نعرف إن البح أو البط قرب بيض إن شاء الله بإذن الله. ده يا جماعة البحيتين الأولانيات اللي هم طلعوا على الأول، فالتالتة لسه يعني بعديهم بشوية، فأنا عزلتهم هنا مع الذكر لوحدهم عشان إيه ياكلوا كويس ويتغذوا وتبقى البيضة بتاعتهم كويسة وسليمة ويبقى فيها كسر بإذن الله إن شاء الله، ربنا يرزقنا وإياكم. تمام، ده فيديو كده خفيف إن شاء الله، وإن شاء الله يعجبكم ونال رضاكم يا رب إن شاء الله بإذن الله كده، وتشتركوا في القناة وتسعدونا باشتراكاتكم ولايكاتكم بإذن الله يا رب، اللهم آمين. ده البح يا جماعة، البح البلدي أو البط البلدي أو السوداني أو مرجان أو كل واحد وكل بلد ومسمياته. احنا هنا ده بح يا جماعة. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد. ده الذكر ودول انتيتين، في انتاية تانية بس لسه طبعا هي ايه شوية أبعد منيهم وقامت بعديهم من على البيض. تمام، فاحنا هنا عزلناهم لوحدهم عشان ايه ان شاء الله باذن الله هم قربوا على البيض باذن الله كده، فايه هناكلهم كويس وهنهتموا بيهم. تمام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعه، اذكروا الله، اذكروا الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. ربنا يطمن قلوبنا وقلوبكم امين يا رب العالمين. ده يا جماعه فيديو كده عن البح. البح يا جماعه حلو، تربيته حلوه واحنا متعودين عليه هنا في الصعيد وتربيته. اللهم صل على سيدنا محمد. ده يا جماعة غلط بر اللي أكلنها، غلط بر احنا نزرعوه اللي هو الذرة، هنا انتوا تقولوا عليه ذرة، احنا هنا نقول عليه بر، فدي من خير الأراضي هنا الحمد لله، ربنا يديمها على الناس أجمعين يا رب. فاحنا نوكلوا ليهم كويس والذرة كويسة خالص والغلة حلوة خالص، وياكلوا برضو حاجات تانية، بس هو عشان ايه البيض بتاعهم يبقى كويس وهم هيرقدوا بمجهود، والبيض والرقد على البيض وقايمين قبل كده. دي المرة الرابعة يا جماعة عليهم إن شاء الله بإذن الله اللي هيحفظوا، يعني 4 بطون في السنة، فحلوة خالص الحمد لله، يعني ربنا يديمها نعمة وخلينا وبارك لنا في رزقنا يا رب، اللهم آمين. تمام، وأول حاجة يا جماعة قبل ما البط أو البح عندكم يبيض اتأكدوا إن الذكر اللي عندكم يكون كويس، يعني اللي مش ضامنة قوي فبلاش يجرب في 2 أو 3، جرب في وحدة بس يعني عشان تشوفها وتتأكد منه، لان لو كان الذكر طبعا ما فيهش كسرة او مش كويس مش هتخسر كل اللي عندك، كل الطيور اللي انت رقدتها. فاتأكد تماما من البح، ذكر البح الاول ان هو سليم. اللهم صل على سيدنا محمد. ده طبعا مش كبير قوة ولا صغير قوة، بس احنا جربناه قبل كده يعني السنة الثانية دي ليه معانا، فسنة كويس. تمام، الواحد يختار ذكر يكون كويس يا جماعة طويل كده مش قصير. اللهم صل على سيدنا محمد، ويكون صحته كويسة. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين يا جماعة بطن البحة السوداء اهي باينة اها، هي أول بحة دي قامت من على البيض وبعديها البيض على طول، البطن بتاعتها نزلت. دي من أول العلامات إن أنت هتشوفها، إن أنت هتلقى بطن البحة نزلت شوية لتحت أو البطاية، وتلقى رجليها وسعت من بعضها، بدل ما تمشي رافعة رجلها لفوق تلقى كل رجل بعدت من التانية بشوي. اللهم صل على سيدنا محمد. دي معلومة. المعلومة الثانية ان البح عموما او البط لما تلقاه قرب بيض مش هيجري او مش هيسرع في مشيته زي العادي الطبيعي بتاعه، لا، لو مجرد ما تقرب منه ممكن تلقاه رقد لك في الارض، ده احنا متعودين عليه. تاني عن ذلك المية يا جماعة، احنا عندنا هنا البح مجرد ما يكون حبيض ادعك المية، دي المية ده انا تو حطاه لسه يعني ما خدنش فيها 10 دقايق. تمام، فهو مش هخلنها كده، هن هيدعكنها مسافة شوية كده هيدعكنا، حنلقوها يعني مدعوكة خالص، فايدكم في المية طبعا غيروا لها المية، هو هيدعك المية ادام قرب يبيض. دي معلومة يعني. المعلومة الثانية الوش يا جماعة وحمرارة اها،
تلقى الوش بتاع البحة كده ايه حمر كده وحلو. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا لما تكون قايمة من على البيضة يبقى وشها بهتان كده وابيض وقسيانة طبعا من الرقاد ومش واكلة كويس. فانتوا اهتموا بالاكل بتاعها بعد ما تقوم البيض، اهاليهم فترة ياكلن، فالحمد لله ربنا بارك لنا فيهن. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام. وبعدين ايه الوزن بتاعها بسم الله ما شاء الله، يعني بصوا تحسوا البحة كده ايه الله اكبر، كأنها تقول لك يعني ايه اتفرج فيا من جمالها. الله اكبر بسم الله ما شاء الله. طبعا الذكر يا جماعة مش عايز حد يقرب من المكان اللي هو قاعد فيه، ولا عايز. انا بعدت اساسا الحمد لله جاتني فرصة دي اني بعدتها من الذكر التاني الصغير، لانه يضربه مش مديه فرصة حتى في الاكل بتاعه. هطير وراه. فدي يعني حاجات بسيطة. في ناس تقيس البطة من عند المخرج بتاعها من تحت 3 قراريط، قراطين. ممكن الواحد يقيسه بطريقة مضمونة، مش مضمونة، بس هو الواحد ادم يلقي البحة كده تمام، بطنها نازلة وشها محمر، وحتلقوها تروح في المكان اللي تبيض فيه كده ترقد فيه، تعدل زي ما نقول احنا هنا عندنا نقولها تعدل المكان بتاعها. ده خلاص كده مش محتاج ان انت تمسك اصلا وتقيسها اذا كانت فاتحة مش فاتحة. ادم اهم حاجة ان يكون موجود معاها الذكر، عشان تلقاها بيضة 2 بيضة 3، يعني ساعات الواحد يتفاجأ يلقى البحة بيضة 5 من غير ما يحس بيها. بس اهم حاجة موجود معاها الذكر، واهم حاجة تتأكد في تربيتك ان انت الذكر سلالة كويسة وان هو فيه كسر، لان ده حاجة ما يعني لازم هو اللي تتأكد منه. البحة لو ما حضنتش كويس قادر ان انت تغيرها، لكن الذكر صعب قوة. فربنا يبارك لنا ويبارك لكم ان شاء الله. اشتركوا في القناة يا جماعة، وان شاء الله يعني كده ايه الاشتراكات تعلى بيكم والقناة تعلى بيكم بإذن الله، والفيديوهات تعجبكم بإذن واحد أحد. احنا طبعا ايه مش واخدات راحتهن عشان أنا قاعدة هنا في المكان وأنا نتكلم. أنا نقعد عندين هنا ونقعد ساكتة، نتفرج علينا ونقعد ساكتة. تمام. هذه العلامات اللي قلناها يا جماعة دي علامات ايه ازاي تعرف ان البطة قربت تبيض او البحة. مش متعودين هنا نقولوا بط خالص يا جماعة، والله نقولوا بح. تمام. العلامات بطنها يا جماعة تنزل لتحت، وزنها يزيد، الوش احمر وهيبقى حلو كده خالص معاك. المية يا جماعة تدعك، والله تدعك المية بطريقة فظيعة البح لما اكون اقرب ابيض. وفي ناس زي ما قلنا تقيس من عند المخرج بتاعها اللي هن العظميتين اللي جنب بعض هندي. فانا مش هنضطر نقيسه هنا، لان احنا الحمد لله الواحد مع الخبرة بتاعته في الرباية بتاعت البحة والطيور عموما هيبقى عارف وهيبقى واخد باله ويقول ان هي حتبيض بكرة يعني. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر. فربنا يخليهم لينا ان شاء الله، بارك لنا فيهم، وان شاء الله باذن الله لما بيضا برضو حنوريهم ليكم من اول ما بيضا. بس اهتموا باكلهم يا جماعه، اهتموا بالاكل بتاعهم كويس خالص، واكلوهم لان هم توهم جايين من على البيض، يعني ليهن مثلا حوالي دخلت على 15 يوم دلوقتي، فهن قربنا بيض دان تاني. فاهتموا بالاكل بتاعهم لان ده هيتعب عند المره الرابعه في السنه دي. فالحمد لله يعني ده رزق وخير، وربنا بارك لنا فيه ان شاء الله. ربنا بعت لنا رزق، فنحافظوا على الحاجه اللي ربنا سبب لنا الرزق بيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تمام يا جماعه. البحه البيضه دي انا مش عايزه نفرط فيها، على فكره هي كبيره بس انا مش عايزه نفرط فيها لانها تجيب لي ابيض، فانا محتاجه ان نكبر الابيض الاول للجبال عشان خاطر ايه نذبحها ان شاء الله باذن الله. كبيره مش صغيره هي، بس وشها حلو. تمام. وزي ما قلنا احنا وريناكم قبل كده في الفيديو ان احنا جايبين المسكو في الارض، ففي وحده فينا انا جايباهم بيضه، فان شاء الله اذا لقيتها كويسه وترقد تمام هنذبح دي باذن الله. هي كبرت، بيضها مش كتير زي الاول، يعني مش هتبيض كتير جوه، بس تحضينها في بيض الفروج يا جماعه جميل والله، هايله جدا. يعني السودة دي واختها لا مش هيحضنن البيض بتاع الفروج خالص، مش هيحبنا من اول ما رقدن وانا نحط ليه هنا، وبرضو يا كسرنا يا يرمنا مش قبلاتها خالص. لكن هي في تحضير بيض الفروج او الفراخ البلدي بسم الله ما شاء الله هايله، يعني الله اكبر عليها. ربنا بارك لنا فيهن، وده الذكر ربنا خليه لينا ان شاء الله باذن الله كده، هو اللي ايه جاب لنا الخير والرزق ده كله. دول عيال اللي عندنا دول كلهم دول عيال. هم هذا الغله يا جماعه، دي غله بر. تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. وهم دي البيضة اللي زي ما قلنا دي الكبيرة العجوز، ودي السودة. احنا طبعا نقصبوا جناحينا هنا يا جماعة، وانقصوها ليه عشان احنا هنا سطوح،
وخلي بالكم البح او البط عموما لما اقوم من على البيض اقوم خفيف خالص، هقوم خفيف، فممكن يفر يعني. والله حصلت معنا قبل كده ان في وحده فرت يعني، نورة منينا مزروع قصب وقمح والحاجات دي، فرحت في الزروع دي بعيد. فخلوا بالكم من حاجاتكم وربنا بارك لنا وبارك لكم فيها. واللي عنده الحاجة جديدة يخاف عليها يقعد متابعها أول بأول، بعد كده أول ما يعرفها ويتعلم لها طبعا إيه خلاص هتبقى حاجة طبيعية معاه. اللهم صل على سيدنا محمد. تمام يا جماعة، شايفين السودة؟ طبعا السودة إيه هتبيض الأول لأن هي اللي باضت الأول قبل كده، وادي البيضة إيه شوية بس يا جماعة. والله دايما لما نكون حاطة الذكر مع البح أنا نلقاه باض في أي وقت كده، يعني زي ما أقولوا مليش أمان، ممكن يداري والبيض بالذات تبيض لنا بسرعة يعني مش هتطول. الله أكبر عليه، ربنا بارك لنا فيها. ديت يا جماعة السنة اللي فاتت بس أول بيضة تبيضها، دي السنة التانية صغيرة السودة دي، سنها صغير. سن هي والذكر يعتبر واحد على فكرة، يعني يعتبر اخوان هما الاتنين، لكن البيضة دي امهم، البيضة دي الام، اكبر من الذكر واكبر من السودة دي. فربنا خليهم لينا ان شاء الله وبارك لنا فيهم. فممكن الواحد والله يا جماعة مشروع زي ده مشروع صغير يعني زي كده ممكن تطلعي بيض وحدة من دول، لما تطلع تبيعيه وتخلي وحدة ليك ولأولادك يعني لو عندك مكان في البيت، وتبيعي عيال من عيال الوحدة فيهن تصرف على الباقي مني. فمشروع حلو أكسب ومضمون يعني ضامن هو الله سبحانه وتعالى، دي أرزاق طبعا ربنا مقسمها، بس الواحد راعي الحاجة وربنا حيكرمنا فينا إن شاء الله. مشروع حلو يا جماعة اللي فكر فيه والله وعايز يعمل مشروع مربح وحلو وجميل. بس احنا هنا اللهم صل على سيدنا محمد زي ما قلنا ايه ده أكل بيتنا يا جماعة. طبعا احنا هنا عائلات وبيوت فقربوا كميات. الله اكبر، ربنا يزيدنا ان شاء الله باذن الله وبارك لنا في حاجاتنا، اللهم امين. تمام يا جماعه. طبعا هو ايه الحمام هنا مش هسيبهن عشان خاطر ايه الغله، عايز ياكل الغله اول باول. ده الذكر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صلوا على النبي يا جماعه واذكروا الله، اذكروا الله ربنا ان شاء الله باذن الله كده بارك لنا وبارك لكم ويرد قسانا كل خير ان شاء الله باذن الله، اللهم امين. اتعبوا في الحاجه يا جماعه وعملوها بقلوب راضيه ويعملوها كده بكل ضمير، وان شاء الله ربنا حبارك لكم فيها باذن واحد احد. تمام، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، وان شاء الله باذن الله نعمل فيديوهات كتيره مع بعضنا، والفيديوهات تنال اعجابكم ورضاكم، وتتفرجوا معانا ان شاء الله على البح ده ان شاء الله لما بيض حنجيبها ليكم، ولما طلع ان شاء الله باذن الله حنقول لكم ازاي، وحنقوله ازاي مع بعضنا نأمنوا له مكان كويس عشان يرقد مكان الرقد بتاعه. تمام، ربنا بارك لنا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.